السلام عليكم. الفيديو ده لاي حد عايز يدخل كليه حاسبات ومعلومات او عايز يدخل في تراك البرمجه. الفيديو ده اللي هو لسه مبتدئ خالص، اللي هو لسه ما يعرفش حاجه عن البرمجه، بس هو عنده الشغف والهوايه وفي شويه حب حتى لو صغيرين. فانا هعرفك لو انت عايز تدخل المجال ده، المجال ده يتطلب منك ايه، علشان مش كل الناس مؤهله انها تدخل المجال ده. وهل لو انت لسه في ثانويه عامه ونفسك تدخل كليه حاسبات ومعلومات، فانا هقول لك ولو ما حصلش نصيب ولا قدر الله ما جبتش مجموعها وما دخلتهاش، انت لسه قدامك فرصة كبيرة انك تدرس مجال البرمجة. مجال البرمجة يعتبر هو اقل مجال الشهادة بتبقى مطلوبة فيه، يعني يعتبر اخر حاجة بتبص لها في المبرمج هي الشهادة. اهم حاجة مهاراتك في المجال ده، واهم حاجة تبقى شاطر التكنيكال فيه. طيب دلوقتي لو انت في ثانوية عامة وعايز تدخل مجال البرمجة فيها تراكات كتير جدا جدا جدا. في تراكات ممكن تدخلها، ودي المعظم المنتشرة في مصر عامة والوطن العربي، هو تراك الفرونت اند. في تراكات بتطلب منك انك تدرس الاساسيات. طبعا الاساسيات مهمه جدا جدا. الاساسيات ممكن تاخد كورس سي اس 50 او سي بلس بلس. ده اي حد بيدخل عامه يسمع حاجه يبدا في البرمجه، فاي حد برشح له التراكات دي. بس لو انت هتشتغل فرونت اند فالكورس الاساسيات ده انت هتتعلمه، هيبقى عندك خبره تكنيكال وكل حاجه. شايف ان احنا مستعجلين وكلمتك في الحاجات دي علشان عايزك عشان تعرف انت حابب البرمجه ولا لا، علشان ممكن تكون سمعت ان مرتباتها عاليه بيقبضوا بالدولار، فالحاجات دي عجبتك وكل حاجه، بس انت ممكن تكون فعلا من جواك بتكره البرمجه. فانا عايزك تبدا بكورس الاساسيات ده، حتى لو هتدخل مجال الفرونت اند مش هتحتاج الاساسيات، بس صدقني هتحتاجها بعدين، علشان انت بعد كده مش هتكتفي بالفرونت اند بس، ممكن بعد كده تكمل في الباك اند. دلوقتي انا بكمل في حاجه اسمها الويب ديفلوبمنت للناس اللي ما تعرفش، اللي هو تطوير مواقع الويب. اللي انت مثلا لما تفتح ويب سايت بتلاقي الويب سايت ده معمول ازاي. الويب سايت ده الحاجه اللي انت شايفها بعينيك ده اللي عاملها واحد اسمه فرونت اند. الحاجه اللي انت مش شايفها بعينيك اللي هي الحاجه الدايناميك اللي بتحصل ورا الشاشه. يعني انت مثلا لما بتضغط على حاجه بيحصل اكشن معين، اللي بيعمل ده انت مش شايف الكود، انت مش شايف اللي حصل ايه. فاللي بيشتغل الشغل ده حاجه اسمه الباك اند. فالباك اند انت طبعا هتحتاج كورس الاساسيات، الحاجات دي لازم تبقى فاهم بقى البرمجه نفسها. بس الفرونت اند انت عندك بس لغات HTML CSS جافا سكريبت، وهتاخد فريم ورك الجافا سكريبت مثلا انجلر فيو او رياكت. طبعا انت الكلام ده جديد عليك، بس انا بقول لك انت لو هتبدا في البرمجه عايزك تفتح مثلا كورس معين. هو هنفترض CS50. انت هتشوف ازاي بقى تتعامل مع الكمبيوتر، ازاي تتعامل مع الفيجوال ستوديو كود، ازاي بتعرف تكتب على انت حابب المجال ده ولا لا. اهم حاجة علشان الطريق طويل، ولازم يبقى عندك صبر، ولازم يبقى عندك تفكير، ولازم تبقى بتفهم برمجة، علشان انت لو دخلت المجال ده وانت مش حابه او لقيت نفسك مش فيه، ولو كملت فيه يبقى انت بتضيع وقت، ويبقى انت هتكره شغلك، ويبقى انت مكانك مش هنا. علشان كل حاجة ليها متطلباتها، يعني مش عشان بالدولار وغالي وفي مرتبات عالية وكده، برضو في ناس بتحبه، فالناس دي هتبقى اشطر منك. فانت لو لقيت فانت كده لو انت في المجال ده وكارهه، فانت كده هتبقى ضعيف، مستواك ضعيف فيه، وبتضيع وقت ومش هتلاقي شغل. ولو هتقول لي انصحك تبدا بايه، طبعا الناس كلها بتبدا بفرونت اند. انت حتى لو مش هتاخد مجال فرونت اند فانت لازم تتعلم فرونت اند، يبقى عندك الخبره في المجال ده، وبعد كده ممكن تكمل باك اند وتبقى حاجه اسمها فول ستاك. الحاجات دي انت طبعا اول ما تبحث عنها هتعرفها. انا بكلم حد دلوقتي ما يعرفش الحاجات دي خالص، في ثانويه عامه، سواء مثلا في كليه مش كليه حاسبات ومعلومات. طبعا اللي في كليه حاسبات ومعلومات دلوقتي عارفين الكلام ده كله. لو انت في كلية تانية زي بالظبط، انا في هندسة دلوقتي، وبدأت اعرف عن الموضوع ده لسه من يعتبر في الترم اللي فات عرفت، والحمد لله دلوقتي انا في اخر جافا سكريبت في مجال فرونت اند، وبعد كده هكمل الباك اند. فانا الفيديو ده لاي حد عايز يبدا لسه في المجال، سواء لسه في ثانويه عامه سواء لسه هيبتدي. اي سؤال عندك حطه في الكومنتس وانا هرد عليك. لو انت عايز تسالني تستفسر تبدا مين، تبدا ازاي، تتابع مين. ومحور الشهادات ده عايز اكد عليك ان اشهر واحد واكبر قناه في الوطن العربي بتقدم كورسات برمجه فري، باشمهندس اسامه الزيرو. هو كان خريج معهد خدمه اجتماعيه، معهوش اي شهاده، ودلوقتي هو اعظم انستراكتور عربي. يعني ما تقلقش خالص، حتى لو انت كنت كليه اي كليه بس انت حبيت البرمجه هتبدا تتعلمها. ومعظم البرمجه دي سيلف ستادي، يعني انت تتعلم مع نفسك، حتى لو تبقى كورس مدفوع فانت تتعلم مع نفسك. فلازم تعرف تبحث، لازم تعرف تدور على المشكله، لازم تبقى عندك البروبلم سولفنج كويس. فانت لو الحاجات دي عندك فالمجال ده هيبقى مناسب ليك. لو الحاجات دي مش عندك فما تضيعش وقت في المجال ده. وبس اشوفكم في فيديو جديد. سلام عليكم.